طيب أشاوس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكل قوات الدعم، تحية للسيد الغايد الهمام، تحية لعبد العزيز الحلو، تحية لقايد عمنا عبد الرحيم، تحية لك يا أخي. ربنا يعينك وربنا ينصرك يا أخي. الآن النصر معانا يا أشاوس. نحن والله ما عندنا حاجة، عندنا حاجة القضية بس والصبر. القضية والصبر يا جماعة والوحدة. نحن منصوكوا عن الوحدة والصبر بس، غير الصبر والوحدة ما عندنا حاجة. ولد الخلاص انتهوا، اقسم بالله الفلول انتهوا، سلموا خلاص. اليومين ده الرطين حقهم كتر كتر، رطين والله العظيم، رطين عربي ذاته. خلوا عربي ده ذاته بقى نو نو. وإنت يا مني، إنت يا مني إنت، وإنت دخلت في شبكة وريناك يا مني سلم تسلم، وريناك يا مني سلم تسلم. ويا مني انت ما شفت نفسك بالمراية، انت محل بدا 15 ابريل مني انت مفترض تشوف نفسك بالمراية. وانت مني انت والله اقسم بالله العظيم، والله عيناتك ديل شليت عب. اذا انت يا مني والله ما تختلف، والله ما تختلف انت مني ويا جبرين. والله ما لقوتوا طعم في السودان دي، اقسم بالله العظيم. منزل السودان بدا يحكم وانتم ما لقوتوا طعم الا ما حمدان شالكوا جابكوا. والله ما لقوتوا طعم للسودان اقسم بالله. والله 20 شايلين الخلا، الواحد في بيته اقسم بالله ساعة مرقت، والله ساعة مرقت. والله ما لقوتوا زول جماكوا وما لقوتوا زول طحركوا واسلمكوا، اقسم بالله اللي تقولوا انت يا مني وانت يا جبرين. دويل 56 دي ما ادتك حاجة اصلا، ما ادتك حاجة يا مني، ما ادتك حاجة. شايل الخلا يقسم بالله بترقد في قعور شدر وما لاقي طعم، وجابك كتر خير. هو شافك من ابناء دارفور وشافك من ابناء الشعب السوداني، وهو شافك مظلوم واداك حقك. والله كم ما لقيته يقسم بالله ما تلقى اقليم دارفور، ما تلقى اقليم دارفور. وانت يا جبرين اذا ما لقيت السيد ما تلقى بتاع ماليه، ما عندك علاقه بالماليه، ما عندك علاقه بالماليه، ما عندك جد مسك ماليه يا اخي، ما عندك جد مسك دوله حكم في السودان دي يا جبرين. ما عندك جد مسك ماليه، الماليه كلها ماليه السودان كل جاب سلمك لها انت. وتسليمك للماليه بسبب هو انسان وطني وما انسان قبلي. وانتوا سايقينها يا من ويا جبرين، انتوا السودان دي سايقينها بالقبليه وسايقينها بالجهويه. ما اسسوا الرزيقات اصلا، ما اسسوا الرزيقات. فاذا انت اذا عندك مشكله بينك بين الرزيقات، والرزيقات ما عندهم علاقه بالدعم يا اخي. مؤسسه الشعب السوداني الحقيقيه، وكل القبائل بتاع دارفور الان اما بتاع السودان كلها مشاركه. فانت عاصي وانت جب، لو ما كان والله كان يقسم بالله عشر، يقسم بالله السبب انت يا من وانت يا جبريل. انتوا ديل الاسباب الحقيقيين الان في خراب دارفور. هي دارفور كانت مظلومه، ودارفور كانت مجهجه، ودارفور كانت سايقينها دويلة 50 دي سايقينها بالخلا وبالعذاب وبالاهانه وبالنزوح. وتاني انتوا زدتوا الطين بل، تاني انتوا زدتوا الطين بل. الان لماكو ده ما لماكو ساكت ياكين، ما تامن وما تبول في الشك، وما تبول في الشك. والله مثل ده مثل حقيقي. اذا امن فوقك واذا بلت في الشك، الشك ده ممكن تبول فوق يطلع لك حشره تاكلك. انتوا ناس يقسم بالله قلوبكم عبيد. لماكو ده ما لماكو ساكن، لماكو لخطه ولماكو لفهم، ولماكو عشان تريحوا اهلكم في دارفور وتريحوا الشعب السوداني اللي في دارفور المظلوم من دويل 56. ولكن انقلبتوا في السيد الغايد وخنتوا السيد الغايد. ولكن والله ما تتنصروا، يقسم بالله العظيم ما تنصروا، ما تنصروا على الاطلاق. اثنين بس يا. وحتى الان عرب ضربوا مثل قال قبل تهلك تقى اهلك، تسلم تسلم تسلم، تسلم تسلم. اشاوس الفريهيد النوبه يا جماعه، عليك والله يا اشاوس. انا دار اسالكم سؤال، من اليوم اللي عملتوا شركه مزريدو لناس ريهيد النوبه، من اليوم اللي عملتوا شركه مزريدو وشد دخلتوهم فوقها وعملت لهم كما كود دكسه فيها مراجعات، وراجعتوا الشباب ديل الجمص ميمه ديل الشبالي بنات الجامعه بتاع الشماليه الجن ريهيد النوبه ديل. من اليوم ذاك سمعتوا يا جماعه من ناوي ده يتكلم كالكلم عربي؟ الوكو الله سمعتوا من ناوي ده يتكلم كلام عربي؟ طيب سمعتوا من ناوي ده يتكلم كلام انجليزي ولا فرنساي ولا اللغات بتاع الدول البر ديل؟ سمعتوا؟
اول حاجه يا جماعه مناوي اذا اتكلم عربي العرب بيعرفوا كلامه، اذا اتكلم انجليزي العالم والعرب بيسمعوا كلامه بيعرفوا كلامه، اذا اتكلم اي كلام بتاع الدول الاخرى الناس بيعرفوا كلامه، لكن الكلام يا جماعه كلامه كلام جده، وكلام جده ده كتير ما في زول بيعرفه، يقسم بالله ما في زول بيعرفه، زول بيعرفه ما في. الان مناوي ده من اليوم حق دريه النوبه انا والله ما قابلت لي مقطع بيتكلم فوقه عربي ولا بيتكلم فوقه انجليزي ولا بيتكلم فوقه فرنساوي ولا بيتكلم فوقه جميع اللغات بتاع العالم، بيتكلم بس اللغه حق جده. اول حاجه يا جماعه مناوي ده اللغه حق جده لغه فريده، لغه فريده، لغه فريده. عشان كده يا جماعه مناوي ده رجع لكلام يا جماعه اخونا بيبي ده زول واعي، زول واعي وزول متفتح، ولكن زي خش ليه في محل والمحل فاته بقى اكبر منه وما بيقدر يتراجع بسريع، لكن بنقول لك انت يا اخينا بيبي ارجع دارفور دارفورك والسودان سودانك وكل الفاشل حقك، ارجع ما مشكله. بيبي اخونا بيبي يتكلم قال كوريكاري، كوريكاري دي يا جماعه بلغه اهلنا الزقاوه، كوريكاري دي انا والله ما عرفناها وما سالنا اخواننا ابناء الزقاوه الشرفاء الاعزاء الفقهاء ضباط الان متقدمين في المحاور الاماميه في الدعم ما سالناهم، لكن قالوا لنا يا جماعه الكلمه كوريكاري دي كلمه ما سمحه، وكلمه اصلا ما بتخصنا كان احنا ناس دارفور، بتخصنا الشماليين، ناس دارين يعملوا انقلاب في الشماليين كوريكاري دي. يلا الان مناوي رجع لكلمه اخونا بيبي كلمه كوريكاري. اول حاجه مناوي خلاص يا جماعه العربي خلاه رجع لكلام جده، يلا رجع لكلام جده ان احنا دايرين اخواننا الاشاوس اللي عندهم غيره في الارض السودانيه ابناء الزغاوه اللي بيعرفوا كلام اخونا بيبي ده يتكلموا معايا يرطنوا معايا، اذا هو عنده مساحه دار يجي يسلم اجا اهلك قبل تهلك. وانتوا يا اهلنا ناس الشماليه رطانه حق المناوي دي ما من صالحكم، يقسم بالله العظيم ما من صالحكم، اصلا ما من صالحكم، ما من صالحكم، دي حاجه بنعرفها نحن اهل دارفور. كلام مناوي ده كلنا نحن بنعرف، نحن ده كلنا زغاوه، من الكلهم اهل دارفور ده كلنا زغاوه، ما في قبيله في القبائل بتاع دارفور ما بتعرف كلام الزغاوه، هو في النهايه دمك ولحمك. ما في قبيله في قبائل السودان دي اما في قبائل دارفور ما في راجل قبيله ما متزوجه من الزغاوه، ما في. عشان كده القبائل دي كلها قبائل دارفور دي هي صيله واحده، امهم واحده ابوهم واحد جدهم واحد. عشان كده اي زول بيعرف الكلام ده. انتوا يا اهلنا الشماليين مناوي ده اليومين ده رطينا الكثير ده، رطينا ده والله ما من صالحكم، اعملوا حسابكم. زول ده خلاص شاف البلد دي ما بتمسكه، والزول ده قنع منكم لانه هو اهدكم وانتوا اهدتوا، نحرروا لك تحرروا معانا الخرطوم والجزيره والعفش الغالي ده من الجنجويد الان، وتمشوا تحرروا معايا يا جماعه بلد اهلي وبلد امي وبلد جدي العزيزه، ويا جماعه الشغل ده ابا. عشان كده مناوي اليومين دو شايف رطينا كتير. يا مناوي وصيه لك، العرب ضربوا مثل قال قبل تهلك بالمثل الدارفوري، مثل ده الشماليين ما بيعرفوا، الشماليين ما عندهم علاقه بالسودان، وده مثل سوداني ومثل دارفوري قبل تهلك اجا اهلك. مثال اخر العز بالاهل، العز بالاهل، العز يا مناوي العز بالاهل. وشكرا لكم وجزاكم الله خير.